اهلا بيكم. النهارده هنقدم لكم طريقه عمل القلقاس، ازاي نغسله وازاي نعمل السلق، وازاي لو انت حابه تخزني القلقاس والسلق في الفريزر. وهنقدم لكم جنبيه رز بالشعريه. يلا بينا نبتدي نعمل الاكل. نقول بسم الله. اول حاجه معانا واحده من القلقاسه تقريبا 2 كيلو. لما تحب تعملوا القلقاس بتجيبي واحده كبيره او صغيره علشان تاخد بس سوا واحد. ومعانا السلق بنقطعه معانا بالشكل ده، بناخد بس الورقة كده. ومعانا شبت، كزبرة. طبعا لو انت حابة تحطي كزبرة بس ممكن. انا هنا باخد حبة من الكزبرة، حبة من الشبت. هنبتدي نغسل القلقاس بعد ما قطعناه. بنجيب حلة بنسخن فيها مية وننزل فيها القلقاس، نسيبه دقيقتين في المية السخنة. ندعكه بعد كده بايدينا لحد لما نلاقي المية تقلت معانا. ناخده ندلق المية دي ونصفيه ونغسله مرتين 3 كده بمية من الحنفية ساقعة عادي. واخر غسلة بنجيب نص ليمونة او ليمونة كده بنعصرها في المية ونبتدي نغسله مرة تاني كده بالمية والليمون علشان نتأكد من نظافته. نرجع نشطفه كده يكون القلقاس معانا نضمن اللي هو نضيف ويدينا شوربة خفيفة ويبقى طعمه حلو معانا ان شاء الله. ولو انت حابة تخزنيه في الفريزر تقدري بعد ما غسلتيه بالطريقة دي تحطيه في اكياس التلاجة وتشيليه في الفريزر. واي وقت تحبي تعملي القلقاس بتطلعي الكيس من الفريزر تبداي تعمليه بالطريقة اللي احنا نعمل بيها القلقاس دلوقتي. بنجيب بقى شوربة فراخ او لحمة. احنا هنا معانا شوربة لحمة طبعا فيها الملح والفلفل، وعصرنا او بنعصر عليها نص ليمونة. والقلقاس طبعا غسلينه ومصفيينه. هنبتدي نحطه على طول في الشوربة وبنسيبه لحد لما بيستوي. بنبتدي نعمل السلق. طبعا قطعناه كده، خدنا منه الورق، غسلناه كويس وصفيناه. غسلنا الشبت والكزبرة، لو انت حابة تحطي كزبرة بس يعني براحتك. ناخدهم بقى بنخرطهم على صينية تكون الحروف بتاعتها مرفوعة علشان السلق بينزل مية. وكده خلاص خلصنا السلق بتاعنا بقى ناعم خالص معانا. هناخد نص السلق نعمل بيه القلقاس والنص التاني بنشيله في كيس تلاجة ونحتفظ بيه في الفريزر. وقت لما بنعوز نعمل القلقاس بنطلعه ونعمله بالطريقة اللي احنا نعمل بيها القلقاس دلوقتي. بنجيب طاسة بنحط فيها معلقة من الزبدة وربع معلقة من الثوم وننزل عليهم السلق ونقلبه لحد لما لونه كده يغمق معانا، وكده يكون السلق جاهز معانا. والقلقاس بيكون استوى معانا بنحط له ربع معلقة صغيرة من الثوم ونقلبه وننزل عليه بقى بالسلق. ده يبقى خلاص القلقاس جاهز معانا. نبتدي بقى نعمل جنبيه رز بشعرية. بنجيب معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، ننزل كده بقى حبة من الشعرية ونقلب الشعرية لحد لما لونها يحمر كده معانا وتتحمر. طبعا بتحط كمية الشعرية على قد ما انت عايزة. بعد ما الشعرية اتحمرت معانا الرز غسلينه ومصفيينه بننزله على الشعرية بنقلبه دقيقة. بعد كده بنسقيه بالمية او بالشوربة. طبعا بالشوربة بيبقى طعمه احلى، ومقدار المية او الشوربة بيكون قد مقدار الرز والشعرية. بنحط له بقى الملح حسب الرغبة وبنغطي عليه وبنسيبه ياخد غلوتين كده. اول ما بتلاقيه اتشرب بتوطيله النار وبتسيبيه يستوي على نار هادية. كده الرز استوى معانا. طبعا شايفينه مفلفل قد ايه وشكله جميل. بنبتدي بقى نغرفه معانا. والقلقاس طبعا جاهز معانا ومستوي بنبتدي نغرفه. طبعا ريحته جميلة جدا وطعمه بيكون حلو قوي. كده غرفنا القلقاس وعملنا جنبيه الرز بالشعرية. وعندنا لحمة مسلوقة لو محدش بيحب ياكلها طبعا في القلقاس بنسيبها كده لوحديها. وكده خلصنا الأكلة بتاعتنا. يا رب تكون الأكلة عجبتكم. لو عجبتكم اشتركوا معانا في القناة ودعمونا باللايك. قولولنا ايه رأيكم في الأكل النهاردة، وبألف هنا وشفا عليكم.